ازيك يا بطل؟ فاكر لما كلمتك آخر مرتين عن إن أنت مش محتاج إن أنت تبدأ بالكمال، وإن أنت محتاج إن أنت بس تركز إنك تلاقي أبسط حل يخدمك دلوقتي. بس في هنا مشكلة صغيرة محدش بيحكي فيها كتير، وهو إن في فرق ما بين إن أنت تبدأ بأبسط حل أو إن أنت تفضل مكمل بيه لنهاية المشروع كله. لو تفتكر المرة اللي فاتت أنا كنت اديتك مثال بإن شركة جوجل في بدايتها كانت عبارة عن شريط بحث أبيض، وساعتها كان ده مبرر ومنطقي ومقبول لأنهم ما كانوش محتاجين حاجة أعقد من كده. بس حوالي سنة 2010 لما احتدمت المنافسة ما بين محرك البحث بتاعهم ومحرك البحث بينج التابع لشركة مايكروسوفت، اكتشفوا إن هما مش هينفع يكملوا بالبساطة دي لأن مش هيبقى لهم مكان في السوق. ولما ظهر بيزنس كيس بتستدعي إن احنا نكبر، لما ظهر ريال وورلد سيناريو يحتم إن احنا مش هينفع نكمل على الحل البسيط اللي احنا ابتدينا بيه، ساعتها بقى في مبرر إن احنا نكبر، بقى في مبرر إن المشروع يكبر ويتوسع ويبقى فيه لاير فوق لاير فوق لاير. بدأوا الأول باللاير الخاصة بالبيرسوناليزيشن، إن نتائج البحث بتجيلك كيوزر على حسب البروفايل بتاعك، على حسب البيهيفير بتاعك، على حسب الداتا اللي هم جمعوها عنك وانت بتستخدم الموقع بتاعهم. بعدها بسنتين حطوا لاير تانية اللي هي النولج جراف، سنة 2012 تقريبا فعلوا الانجن الخاص بالنولج جراف اللي هو مسؤول عن الكاتيجورايزيشن بتاع البيانات بتاعة المواقع، أو اللي هي تقسيم البيانات وربطها ببعضها. يقول لك والله الموقع ده مرتبط بالموقع ده، إن هما بيتكلموا عن نفس التوبيك، فممكن لو يوزر بيسيرش عن التوبيك ده نطلع الموقعين دول تحت بعض في السيرش ريزلتس. كل ده وهم كانوا شغالين على الار ان دي للاير تالتة خالص اللي هي الرانك برين اللي هو مسؤول عن استخدام الماشين ليرنينج في السورتنج بتاع الريزلت سيت او في ترتيب نتائج البحث لما بتدور على توبيك معين، استخدام السيرش انجن الخاص بيهم. وده اتفعل سنة 2015. فتخيل كده بداياتهم ان هم كانوا عبارة عن شريط بحث ابيض، وتخيل كده فعلك الباك اند مثلا الكود. طبعا ما شفتش الكود، ما اعرفش هو كان مكتوب ازاي، بس انا متخيل يعني ان هو مجرد صفحة فيها يوزر انبوت، اليوزر انبوت ده انا باخده بدور بيه في جدول او جدولين او وات ايفر اللي انا بدور فيه، وبرجع ريزلت ست معينة مجرد بس لينكات كليكابل، اليوزر بيدوس عليها وبيريدايركت على الموقع ده. فتخيل الكود ده مع كود الخاص بالحاجات اللايرز اللي انا لسه هحكيها بقى. طبعا في لايرز تانية انا ما اعرفش عنها حاجه، ممكن تكون معلنه او مش معلنه طبعا، بس يعني تخيل الكود بتاع شريط البحث الابيض مقارنه بالكود بتاع البيرسوناليزيشن، مثلا البيرسوناليزيشن لاير، او الكود الخاص بالنولج جراف او بالرانك برين. طبعا المايند سيت لازم يختلف، ما ينفعش ان انت طالما ظهر ريال وورلد سيناريوز وطالما ظهر بيزنس كيسز تستدعي ان انت تكسباند، لازم ترجع تاني للدروينج بورد بتاعتك وتبدأ تعيد الديزاين بتاع الاستراكشر بتاع الكود، تعيد الديزاين بتاع البروجكت كله بناء على الريكويرمنت الجديدة. لو في حاجة بينفع ان انت تستخدمها زي ما هي، او في حاجة ينفع ان انت تبني عليها زي ما هي، اكيد هتعمل ده. انما لو في حاجة بتستدعي ان انت تهد وتبني من اول وجديد بناء على ريكويرمنت جديدة، ده اللي لازم تعمله. ما ينفعش تكمل ببساطة لحد اخر المشروع لان هتخبط في حيطة سد. خليني أديك هنا مثال عملي صغير كده نمشي فيه واحدة واحدة. أنت دلوقتي جالك requirement أو جالك تاسك بتقولك والله إحنا عايزين سيرفيس بتبعت إيميل. فأنت قعدت كده درست الريكويرمنت لقيت إن هو سهل وبسيط ومش محتاج إن أنت توسعه من الأول، فقلت والله خلاص أنا ممكن أعمل ريكوست دي تي أو أو أعمل انبوت بارامترز، واحد بياخد الإيميل أدرس والتاني بياخد المسج وخلاص، وأنا كده كده عندي الكونفيجريشن بتاع الاس ام تي بي سيرفر بتاعنا وخلاص. وخلصت وسلمت والدنيا مشيت تمام. جالك بعدها بشوية قالك والله احنا عايزين نزود كمان ان احنا عايزين نبعت اس ام اس. فانت قعدت فكرت وقلت ليه انا ممكن اعمل تعديل بسيط يؤدي الغرض. هعمل ايه؟ بدل ما هو اسمه ايميل ادرس ممكن اغير اسم البروبرتي او الانبوت بارامتر واخليه مثلا ريسيبيانت، وهزود انبوت بارامتر تاني اسمه تايب، وهعمل اف كونديشن اللي انا من خلالها بناء على التايب اللي جاي لي في الريكوست همشي البرانشز اذا كنت هبعت ايميل ولا هبعت اس ام اس. والدنيا مشيت تمام. جه بعدها قال لك خلاص ماشي انا عايزين كمان نعمل بوش نوتيفيكيشن. فانت قلت خلاص ماشي انا ممكن اخلي كل حاجه زي ما هي، انا مجرد ازود انبوت بارامتر كمان بس اسمه البوش توكن مثلا، وهتعمل اف تالتة، ويبقى انت كده عندك البروجكت شغال دي تي او صغيره 3 او 4 انبوت بارامترز او 3 او 4 بروبرتيز في الدي تي او ده، و3 برانشات سواء بتبعت ايميل او بتبعت اس ام اس او بتبعت بوش نوتيفيكيشن بناء على التايب اللي مبعوت لك في الريكوست بودي، والدنيا شغاله تمام.
لحد دلوقتي أنت ماشي صح، لحد دلوقتي أنت مفكّر صح، ما حدش يقدر يلومك أو يقول لك أنت عملت كده ليه أو أنت ماشي كده إزاي. أنت دلوقتي جالك الrequirement سهل وبسيط وشُفت إيه أسرع وأبسط حل يوصّلك للمطلوب وعملته من غير ما تبقى الدنيا معقّدة، لإن فعلًا الrequirement مش معقّدة. امشي بقى معايا وتخيل إن هُم جُه لك وقالوا لك والله خدمة الإيميل اللي أنت عملتها دي طلعت blockbuster وإحنا عايزين نوسّعها، عايزين بقى إيه نركّبها على كذا project تانيين، بس كل project فيهم له الSMTP configuration بتاعه لسبب أو لآخر يعني. هنا أنت محتاج إن أنت تقف مع نفسك وتفكّر هل مجرد بس إن أنا أحط الinput إن أنا أزوّد الinput parameters بالSMTP configuration هو ده اللي هيحل الموضوع والّا لأ؟ دي حاجة هتيجي لك بالخبرة، دي حاجة هتيجي لك بناءً على بيئة العمل اللي أنت شغال فيها واللي أنت هتتعوّد عليها، إن بيبقى باين الrequirement دي هتبقى آخر requirement للservice أو آخر requirement عامةً لفترة طويلة والّا من الواضح إن الخدمة دي هتبدأ تكبر وهتبدأ تتشعّب. فبالتالي من المناسب في المرحلة دي إن أبدأ أرجع لكراسة الرسم وأبدأ أرسمها من أول وجديد كخدمة منفصلة مش مربوطة بالخدمتين التانيين، سواء هتطلعها في project لوحدها أو في نفس الproject إن أنت تعمل لها الrequest DTO الخاص بيها، إن أنت هتفصلها عن الخدمتين التانيين في كل الlayers بتوع المشروع من أوله لآخره، بحيث إن هي ما ينفعش إن هي تكمل بنفس البساطة اللي بدأت بيها، وفي نفس الوقت أنت ما تبقاش رابط الخدمتين التانيين، لأن الخدمتين التانيين أنت مش من المنطقي إن أنت تتوقع إن هُم كمان هيكبروا، لإن ما فيش حاجة لسه بتقول لك كده، يعني بناءً على السياق أنت بتتكلم بس إن إحنا هنزوّد خدمة واحدة، الخدمة دي هي اللي عليها الscope إن هي دي من الواضح إن هي اللي عايزين نكبّرها دلوقتي، فهي دي اللي تشتغل عليها، ما ينفعش إن أنت تفترض حاجة لسه مش موجودة قدّامك، زي ما اتكلمنا في مبدأ يبني، إن أنت ما ينفعش إن أنت تفترض حاجة لسه مش موجودة على أرض الواقع، فهو ده التفكير المنطقي اللي هيبدأ واحدة واحدة ييجي لك بالخبرة، إن أنت ما ينفعش تيجي في مرحلة من المراحل ما تحسّش إن فعلًا الخدمة دي محتاجة تكبر، فما ينفعش إن أنا أكمّل على نفس الcode ده، حتى لو هتعيد وتبنيه من أول وجديد، أنت المفروض إن أنت لمّا بييجي لك الrequirement الجديدة بتبدأ بتعمل الanalysis وبعدين بتحدد كل اللي أنت هتعمله في change log محترم، بتحدد الtime اللي أنت محتاجه وبيبقى justified مع الlead أنا محتاج إن الجزئية دي محتاج إن أنا أهدّها وأبنيها من أول وجديد بناءً على requirement الجديدة، والموضوع بيمشي بناءً على ذلك، ما ينفعش إن أنت تستسهل وإن أنت تكمّل ببساطة، لإن في الآخر أنت اللي هتخبط في حيطة سد، إن أنت في الآخر هتلاقي إن أنت وصلت لمرحلة بدل ما هترجع خطوة واحدة وبعدين بعد كده تنطلق، هتلاقي نفْسك لازم ترجع 20 خطوة وببطء علشان تبدأ تبني لسه من خطوة واحد وتشوف بقى هتنطلق بسرعة قد إيه. فهو ده الفكرة كلّها بتاعة المبدأ إن TTS TTCW إمتى إن أنت محتاج إن أنت تستخدمه وإمتى ما ينفعش إن أنت تكمّل بيه. المرة الجاية هاكلمك عن آخر حاجة عايز أقولها خاصة بالمبدأ ده، وأنا عادل مصطفى وأشوفك قريب.